المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الظالم بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالصغى والوفا تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن للغبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بهبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أبقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي سمائي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقال أزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل آله وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى بسم الله الله الرحمن عليه الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله تعالى عليه مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل به الرحمة
تعلقت إرادة العدلية بهلك هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، وتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ما نوالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عمن أنا ما نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عمن أنا ما نوالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى بمجده وتعالى. يا للقلب سروره قد توالى بحبيب أما أنا ما توالى. لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع ضلالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما أنا ما نوالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه
وكمالا يا للقلب سرور قد توالى بحبيبي أمانا ما توالى الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكبل عليه غاية الإكبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانبلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون
في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. فقد غدت الأكدار الأزالية بما قضت، وأزهرت من سر هذا النور ما أظهرت، فخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرهام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراجم لهذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار. سألت الله بارنا يبلغنا أماننا، ويذهب مننا الأكدار. ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى، ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى،
بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 مختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم من به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، وضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ومنذ علقت بهذه الدرة المقنونة والجوهرة الماسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى اتقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدنبحة بدر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. وأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور
ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمه تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله سعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله لن قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غران واستضيء بجمال فقع في الحسن تفران يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلي يا ربي على ما المشفع في القيامة فلربي كل حمد فلربي كل حمد يلا يحصره العين ربي وجودي إذا حبانا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله صلي يا ربي على ما صلي يا ربي على ما اسمه طه وياسين الله الله المشفع في القيامة المشفع في القيامة من أتانا بالفراغ الله رسول الله وبارك عليه. أهلا بك إنا بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي جود وبال ما قصد يا
رسول الله اهدنا اهدنا رب قصدنا الله لا تجد منك شفاعة عند رب العالمين نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مجعل يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا انظر إلينا وارحمنا انظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله ذنوبي يا الله وسلام مستمر كل حين يتجدد استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلى الله وبارك عليه على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشرته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معناه وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب، وأدمنا في العمل بطاعتك الصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين وارحم المسلمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي الإناية فاستجبتم، وبادرتم إلى الفضل الجزيل، نزلتم في منازلنا فزادت شرفا بكم تضاعف بالنزول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وتتنزل الرحمات والبركات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحبائب، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الضيوف المحترمين، alhamdulillah berdirinya Al-Faqir pada sore ini untuk menyampaikan susunan acara. Alhamdulillah tadi telah kita baca surah Yasin bersama dengan doa tahlil. Kemudian pembacaan Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beserta dengan doanya. Kemudian berinjak ke acara selanjutnya, yaitu Al-Mau'izatul Hasanah, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Kepada beliau waktu dan tempatnya. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syarah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. معاشر الحبائب معاشر الأساتذة معاشر الحاضرين جماعة مجلس مولد النبي صلى الله عليه وسلم رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali dan terus memberikan kenikmatan agung untuk kita hadir di majlis yang penuh keberkahan, mengagungkan, mensyiarkan daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul bersama para habaib kita, para guru-guru kita yang insyaallah kita yakini bertambahlah keberkahan ini majlis. Bertambahlah pandangan Allah kepada ini majlis dan insyaallah tidak keluar kita dari majlis ini kecuali mendapatkan apa yang kita hajatkan dunia dan akhirat, terutama mengharapkan ridha Allah, ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berharap kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah keimanan kita, bertambah cintanya kita kepada Allah dan Rasul, dan yang lebih hebat lagi kita harapkan adalah bertambahnya cinta baginda Rasulullah kepada kita insyaallah. Ma'asyiral habaib rahimani rahimakumullah. Maulid demi maulid telah kita hadiri bersama. Begitu banyak mau'izatul hasanah telah kita dengarkan bersama. Begitu banyak nasihat-nasihat kepada kita untuk intinya mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang ayat ini disebutkan oleh para ulama, para asatiz. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bermacam-macam hadis ajakan untuk kita mengikuti Rasulullah. Di antaranya kafa dengan satu hadis ini ya ikhwani, Rasulullah pernah berkata, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam segala gerak-gerik tindak tanduk dalam ibadat dan adat kehidupan Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengikuti beliau menjadi syaratnya kita mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang barusan kita sampaikan mengakui kalau kita mencintai beliau. Orang banyak mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi apakah orang tersebut diakui cintanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagai tolak ukur ya ikhwani rahimani rahimakumullah, mungkin kita berguru dengan seseorang ulama, kita mengatakan kepada orang ana murid dari si fulan, maka itu adalah suatu kebanggaan buat kita dan memang kita berguru kepada orang tersebut. Tapi akan lebih hebat kebanggaan kalau sang guru mengatakan fulan bin fulan murid ana. Ini akan lebih hebat lagi pengagungan. Rasulullah mengakui kita mencintai Rasulullah ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bisyarah kepada kita dengan mendapatkan magam ma'iyah, kebersamaan bersama Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku akan bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, minta maaf para habaib, para syiban, khususnya Abuya. Bukan kami mau menasihati, nasihat untuk diri kami dan kita yang muda-muda terutama. Ikhwani rahimakumullah, apa yang kita dengar saat ini tentang fadail a'mal dari sunnah-sunnah Rasulullah pun sama didengarkan telah oleh mereka para sahabat Rasulullah. Mereka para sahabat Rasulullah mendapatkan yang apa kita dapatkan hari ini, bahkan berkat mereka sampai kepada kita. Mereka para aulia Allah, para salihin mendapatkan kemuliaan dengan mengikuti apa yang datang dari Rasulullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, yang membedakan kita dengan mereka para sahabat Rasulullah, yang membedakan antara kita dengan mereka para aulia salihin adalah kurangnya atau maaf mungkin tidak adanya keyakinan tentang apa yang datang dari Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Sajadah menyebutkan ya ikhwani tentang Allah telah memimpin a'immah, mereka para pemimpin-pemimpin yang dijadikan Allah pemimpin khalifah manusia pilihan Allah. Wa ja'alna minhum a'immah
yahduna wa ja'alna minhum a'immatuna yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka para pemimpin-pemimpin, para a'immah, dan menjadi pembimbing, pemberi hidayat yang telah sebelumnya mereka mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang hidup bersama mereka. Kenapa mereka mendapatkan itu ya ikhwani? Rasulullah SAW Allah mengatakan dalam ayat tersebut, sebab mereka lama sabaru, karena mereka bersabar. Sabar ini muncul dari mana ya ikhwani? Karena mereka memiliki keyakinan tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu banyak. Matahari ayat tanda kebesaran Allah, bulan tanda kebesaran Allah, langit bumi alam semesta tanda kebesaran Allah. Ayat min ayatillah wa a'zamu ayatullah. Dan paling agung, paling mulia, yang paling hebatnya ayat tanda kebesaran Allah adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana tidak ada satupun makhluk Allah mengenal dan tahu kadar kedudukan keagungan Nabi Muhammad kecuali sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani rahimakumullah, seandainya kita memiliki keyakinan sama seperti mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita mendapatkan keyakinan sama dengan mereka para aulia salihin, mungkin kita akan merasakan kelezatan dalam hidup yang penuh dengan cobaan ini. Mereka para aulia Allah disifatkan oleh Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka, tidak ada kegalauan, tidak ada kesedihan pada diri mereka, karena mereka selalu ingat dengan apa yang datang dari Allah lewat baginda Rasulullah. Karena mereka selalu berjalan di jalannya Rasulullah SAW. Ikhwani rahimani rahimakumullah, begitu banyak amalan-amalan datang dari Rasulullah. Sebagian amalan sunnah Nabi SAW memang disebutkan fadailnya, namun ada kalanya tidak disebutkan dalam riwayat tentang fadail amal tersebut. Tapi ya ikhwani rahimakumullah, kalau kita sudah dapatkan itu adalah hadis dari Rasulullah, maka tak perlu bertanya aish fadail, apa fadilahnya, karena sudah cukup dengan tadi yang kita sampaikan, satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasulullah. Fadilah wallah azamul fadail, mahabbatullah. Allah akan cinta kepada kita ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan seandainya ayat itu Allah cuma mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, lalu tidak ada sambungan kalimat ayat selanjutnya, lakafah, cukup fakhar dan kebanggaan seorang hamba dengan mengikuti Rasulullah mendapatkan cinta dari Allah. Yang mana mahabbatullah ini ikhwani bukanlah orang-orang yang hakir seperti kita yang berharap, bahkan mereka para aulia Allah, bahkan mereka para anbiya Allah berharap mahabbatullah, mendapatkan cinta dari Allah. Tapi ditambahkan di situ, sebenarnya cukup dengan cintanya Allah, tapi Allah tambahkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu cukuplah pula dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi ya ikhwani. Seandainya kita tidak mendapatkan satu amalan tentang fadilahnya, tidak disebutkan, tahu tapi itu datang dari Rasulullah, kerjakan, amalkan. Karena Rasul sudah menjanjikan orang yang menjalankan sunnahnya berarti cinta kepada beliau. Dan suatu yang sangat luar biasa yang diharapkan oleh semua aulia Allah, magam ma'iyah bersama Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Siapa yang mencintai akan bersamaku, kata Rasulullah. Kita minta sering ikhwan dalam makhluk yang barusan kita baca bersama, Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khair mag'an. Kita cuma bisa mengucap, tapi beliau Habib Ali benar-benar dengan hakikat itulah yang beliau pinta. Ya Allah, sampaikanlah kami bijahi dengan keagungan Rasulullah, fi jiwari khair, akan berdampingan dengan Rasulullah di tempat sebaik-baiknya kedudukan di surganya Allah. Tapi asa ya ikhwani, kita tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, kita enggak menjalankan apa yang disenangi oleh Rasulullah. Dikatakan ulama syaratul murafaqah al muwafaqah, man lam yuwafiq la yurafiq. Syarat untuk berdampingan, untuk kumpul bareng, duduk bareng ikhwan, adanya kecocokan. Adanya kecocokan kita dengan beliau baginda Rasulullah. Kalau seorang tidak bercocokan dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mendapatkan untuk bersama dengan Rasulullah. Nabi mensunnahkan suatu perkara tapi kita tidak kerjakan. Nabi menghalangi kita untuk berbuat sesuatu yang makruh, justru kita lakukan. Bagaimana mungkin kita akan kumpul dengan Rasulullah? Ikhwani rahimani rahimakumullah, munculnya semangat untuk menjalankan apa yang datang dari Rasulullah
adalah dengan adanya keyakinan. Kita lihat mereka para sahabat Rasulullah, keyakinan mereka terhadap apa yang datang dari Rasulullah. Kita contohkan cerita yang sangat mulia, yang sangat masyhur tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau pulang lalu menyampaikan kepada halayak ramai tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Singkat cerita, semua kita tahu cerita ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu tidak hadir bersama mereka para sahabat. Lalu setelah itu bubar pengumuman apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu mengatakan tentang perihal apa yang dia dengar dari Rasulullah dengan nada istihza, penghinaan. Dia mengatakan, tuh lihat saudaramu, tuh lihat temanmu Muhammad sekarang bertambah ngaco, bertambah gila. Ada apa dengan Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ia mengatakan kalau dia telah pergi ke langitnya Allah, pergi ke Baitul Maqdis, lalu pergi ke langitnya Allah, lalu pulang pagi hari. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ikhwani? Lau kana hadza min Muhammad. Kalau itu ucapan datang dari Muhammad Rasulullah, la usaddiquhu. Aku percaya, bahkan lebih hebat dari itu aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walaupun tidak masuk di akal. Ikhwani rahimakumullah. Cerita tentang Abi Darda radhiyallahu an. Sini kita alhamdulillah banyak ngamalkan wirdul latif. Banyak siban-siban kita bahkan kami dapatkan mereka tidak lepas dari wirdul latif. Pernah ke pasar jalan macam wirdul latif. Untuk yang muda-muda kita harus tidak asing buat kita. Antum selama ini baca rotib haddad pitatos itu cantik. Tapi kalau baca wirdul latif jangan kita lepaskan. Karena semua yang ada di wirdul latif, apa yang ada di hatib haddad bersumber dari Rasulullah. Diceritakan ikhwan rahimakumullah, Abi Darda sahabat Rasulullah. Suatu hari ketika Abi Darda berada di tokonya di pasar. Wong pasar juga sahabat ikhwani. Tapi punya keyakinan dan cinta sama Nabi, melepaskan mereka daripada hub dunia mereka. Ketika Abi Darda sedang duduk di pasar, subhanallah terjadi peristiwa kebakaran yang cukup hebat. Kebakaran itu terjadi benar-benar di lokasi, di situ ada rumah Abi Darda. Kebakaran ini cukup besar, telah menghabiskan beberapa rumah dan beberapa orang sahabat menyaksikan ini beberapa saat lagi akan sampai ke rumah Abi Darda. Dan secara hitungan matematika mereka, logika mereka, pasti kena ini rumah Abi Darda. Lalu beberapa di antara mereka pergi menghampiri Abi Darda yang sedang duduk di pasar. Mereka mengatakan, ya Abi Darda, Isra'u, cepat kau balik ke rumahmu. Ada apa dengan rumahku? Kebakaran besar terjadi. Kami mengkhawatirkan rumahmu pasti kena dan kau selamatkan barang harta milikmu. Tapi apa yang terjadi ikhwan? Sallu ala Nabi Muhammad. Abi Darda mendengar itu ikhwan, nyantai-nyantai baik-baik. Tak bergeming. Dia tenang, duduk nyantai. Rumahku terbakar. Lah. Rumahku terbakar. Tak mungkin, kata beliau. Kata kawan yang dengan sahabat tadi, kau tak percaya kami nyampaikan apa adanya. Sekitar rumahmu sudah terbakar dan kami yakin rumahmu terbakar. La wallah ma tahtari ke baiti. Tak akan terbakar rumahku, kata beliau. Sahabat sama sahabat ikhwan. Bingung sahabat. Tapi cobalah kau jingak dulu, rumah kau terbakar. Selamatkan apa yang bisa kau selamatkan. Tapi Darda meyakinkan ini sahabat. Aku tahu memang itu kebakaran mungkin ada. Boleh jadi api itu telah mendekati rumahku. Tapi aku yakin dengan apa yang datang dari Rasulullah. Dan aku telah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Aku yakin rumahku tidak akan terbakar. Karena amalan bacaan ini telah kubaca tadi pagi. Dan di antara fadilahnya Rasul mengatakan, siapa yang membaca ini kalimat di pagi hari, maka dia tidak akan menimpa musibah atas dirinya, hartanya, keluarganya dari segala bentuk keburukan. Baik itu kebakaran, baik itu kecurian, baik itu apapun bentuk musibah. Sahabat yang tadi menghabarkan berita, mendengar Abi Darda meyakinkan itu datang dari Rasulullah, maka mereka pun akhirnya melemah. Lalu mereka mengatakan, ya Abu Darda, tapi cobalah kau jingak dulu. Lah, Abi Darda mengatakan, yakinkan dulu kalau rumahku tidak bakal terbakar. Subhanallah ikhwan rahimakumullah. Mereka pun datang, mendapatkan memang di situ rumah terbakar begitu banyak. Tapi wallahi ya ikhwani, sallu ala Nabi Muhammad, rumah Abi Darda tak tersentuh api sama sekali. Sallu ala Nabi. Sahabat yang tadi datang menghabarkan kabar kepada Isgara'tu min Habib sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau telah baca dari Rasulullah sehingga kau rumahmu tidak terbakar dan engkau yakin itu. Kata Abu Bakar, bagaimana aku tidak yakin dengan apa yang datang dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca, ada dalam Wirdul Latif ikhwan, setelah baca salawat Nabi Muhammad
Setelah kita baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kan, man lam yasha lam yakun, ila akhir. Aku sudah baca itu tadi pagi. Dan aku yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Inilah keyakinan mereka para sahabat Nabi ikhwani. Yakin lebih kuat walaupun itu orang mengatakan dengan ainul yakin. Mereka menyaksikan, mereka melihat. Tapi Abu Darda mempunyai hakul yakin yang datang dari sisi Rasulullah. Siapa yang membaca itu zikir, tidak akan menimpanya segala bentuk keburukan, kepalingan, kebakaran ataupun apapun bentuk musibah. Inilah mereka para sahabat Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, jangankan yang datang dari Rasulullah, yang datang dari mereka para awliya Allah salihin pun, yang kita saksikan mereka adalah ahli istiqamah, yang punya rasa takut kepada Allah. Tak perlu kita bertanya. Kalau mereka memberikan kita suatu amalan, suatu petunjuk, jangan ragukan atas apa yang mereka sampaikan kepada kita. Ikhwani rahimani rahimakumullah, dengan keyakinan inilah mereka mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup si ikhwan rahimakumullah, cerita juga tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin pasukan perang yang terkenal, Sayyidina Khalid bin Walid rahimahullah taala, radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulullah ajma'in. Singkat cerita ya ikhwani, terjadi ini zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab mengutus pasukan perang untuk menundukkan satu musuh Islam, satu kabilah yang menentang bahkan menyerang Islam, yang mana kabilah ini terkenal tangguh, hebat, kalau berperang jarang kalah, karena mereka memiliki racun ya ikhwani. Thamul qatil, mereka katakan thamul qatil itu racun yang membunuh, yang mana kemampuan racun ini kalau mereka hendak berperang, mereka usapkan sedikit di pedang mereka, di ujung tombak milik mereka, di ujung panah milik mereka. Jangankan tertancap, tergores saja orang bisa mati. Makanya mereka selalu menang dalam perperangan. Hal ini dikabarkan kepada mereka para sahabat Rasulullah, yang bakal kita ada pada musuh yang begini sifatnya. Apa kata mereka? Kematian itu yang kami cari. Kematian itu yang kami cari. Justru dengan itu kami akan berkumpul kembali bersama Rasulullah. Mereka tidak ada gentar ikhwan, berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka lari dari kematian. Singkat cerita ikhwan, terjadilah perperangan yang begitu dahsyat. Beberapa orang sahabat Rasulullah wafat. Musuh pun banyak yang mati dan terkalahkan akhirnya dengan izin Allah. Musuh ini dikalahkan, lalu mereka pun dikumpulkan, ditawan oleh sahabat, ditawarkan untuk masuk Islam dengan cara yang baik. Tapi subhanallah, pemimpin kepala suku ini dan para pengikutnya tetap dalam keadaan congkak, tidak mau masuk Islam. Begitu ketika duduk di hadapan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an, Sayyidina Khalid bin Walid menyaksikan di samping pinggang pemimpin kepala suku itu, kalau dibasuhkan ada ponjen. Dan Sayyidina Khalid langsung yakin ini ponjen pasti isinya racun. Lalu beliau bertanya kepada kepala suku itu, Sujambak, ada apa di sampingmu itu? Ini orang dengan sombong, racun yang membunuh. Masih nunjukkan tajinya, racun yang membunuhnya. Sayyidina Khalid tertantang dengan ucapan orang itu. Ambek sini, ambek, mana racun yang membunuh itu, mana? Lalu beliau buka ikhwani, di hadapan orang-orang kafir, di hadapan mereka para sahabat, beliau buka itu iketan, lalu beliau taburkan di atas tangan kanannya. Lalu dengan lantang Sayyidina Khalid bin Walid mengucapkan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Ditegoknya ikhwan, bukan sedikit, mungkin kalau dihitung sendok bersendok itu, ditelannya, fa biidznillah, bitasdiqi bi Rasulillah, dengan izin Allah, dengan keyakinan beliau percaya dengan apa yang datang dari Rasulullah, yang Rasul mengatakan siapa yang membaca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un, tidak akan menimpa pada diri suatu keburukan. Maka ditelannya ikhwan, fa biidznillah, Khalid bin Walid tetap berdiri dengan gagahnya, tidak jatuh, tidak pingsan, apalagi mati. Orang kafir ketika menyaksikan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memakan itu racun, ketakutan dia. Kenapa? Dalam hitungan dia pasti mati dalam seketika. Kalau Sayyidina Khalid wafat, terbunuh dalam kena racun, pasti mereka akan dibantai oleh umat Islam. Tapi sallu ala Nabi, keyakinan yang membuat mereka selamat. Tidak ada suatu mudarat terjadi. Bahkan dengan menyaksikan hal itu, barulah mereka tunduk dan masuk Islam dengan izin Allah. Ikhwani rahimakumullah, masih sangat banyak apa yang disampaikan Rasulullah.
tinggal masalah keyakinan. Di antaranya masalah sedekah. Nabi ngomong, ikhwani, mana kasul mahal bisadaqah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tak bakal berkurang harta kamu kalau kamu sedekah, kata Nabi. Bahkan bakal bertambah, bakal bertambah, bakal bertambah. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Tapi sayang, teori orang-orang kafir dengan pinjaman-pinjaman berbunga segala macam, dengan asuransi yang mereka tawarkan, kita lebih yakin dan lebih percaya. Rasul mengatakan, da'u mardakum bisadaqah, hasinu amwalakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit kamu dengan sedekah, kata Rasulullah. Jaga harta kamu dengan sedekah, kata Rasulullah. Tapi sayang, itu ku yang yakin dengan apa yang datang dari Rasulullah. Mari ikhwani, nasihat untuk kami dan kita semua yang syabab terutama, tingkatkan keyakinan kita dengan Rasulullah. Sekarang banyak orang-orang kafir telah percaya dengan apa yang datang dari Rasulullah, sehingga mereka dapat hidayah. Jangan sampai kita yang sudah terlahir dalam keadaan Islam, tumbuh dalam Islam, diberikan Allah anugerah hadir maulid demi maulid, nasihat demi nasihat, tapi tidak bertambah keyakinan kita dengan apa yang datang dari Rasulullah. Mungkin ini saja para habaib, minta maaf hadirin para asatiz yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih kami minta ampun pada Allah, minta maaf kepada para hadirin sekalian. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan ceramah yang tadi kita mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW. Berinjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa syifa dan ditutup dengan talqinud dzikir yang akan dipimpin oleh Abu Ya Al-Habib Hamidun Nagib Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. فاتحة ابنة الشباب خصوصا الحبيب عبد الرحمن بن أبو بكر الشاطبي شريفة فاطمة الزهراء بنت فكري بن شهاب. الله يشفينا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما حق ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وملك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض تربى الطيبين. أنزل رحمة من عندك اشفاء على هؤلاء المرضى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها الموت على الوقت إن شاء الله بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال. أن الله يتقبل أعمالنا ويسر أحوالنا ويبارك فينا في أولادنا ويرزقنا حبيبنا العظيم صلى الله عليه وسلم واجعل في قلوبنا أشد من الماء لبارك في جد العطش ونضي حين على محبته يستعملنا سنة توفانا على ابنته ويحشرنا في زمرته واجعلنا من الفقهاء ويردنا حوضا ويسقينا بيده شريفة واجمعنا بفتنة قبل آخر رضة ومنام دائما السمير عن كل نية صالح ومن وسيلنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أسأل صالح أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقاصنا وقاصنا وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونصلح ضرهم الطاهرة زكاة الفاخرة وجه خير البارية وإلى محمد النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah dengan talqinu zikir dan doa tadi berakhir pula acara kita. Kami mewakili keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syahab Al-Habib Wan